اكبر شركة سبائك في مصر وهي شركة BTC اللي اتأسست سنة 1935 على يد الاب الروحي الراحل الحاج مصطفى نصار الله يرحمه. عمرها ما فشلت لحظة انها تبهرنا، وردت على السؤال بتاعكم عملي: يا سارة معانا فلوس نشتري سبايك ولا نشتري مشغولات؟ تعالوا نتفرج عملت لنا ايه ونشوف الجديد. وطبعا مش جديد علينا شكل السبيكة BTC دي اللي بتكون 31 جرام و10 مللي عيار 24 اللي بيتقال عليها الأنصة، عشان انت او انتي تستثمري فلوسكم بتشتري السبيكة الشيك دي وتحطيها في الدولاب او تحطيها في الخزنة بتاعتك. بس BTC برضو قررت تقلب الموازين وتعمل لنا البنجل الأنصة، انا سميتها كده. مش جديد عليهم الابهار يا جماعة، عاملين بنجل خطيرة مكتوب عليها آية الكرسي، وهي عبارة عن 31 جرام و10 مللي عيار 24 ولا اروع. خلونا نتكلم شوية عن جمال القطعة، من شكل لفينش للون العيار 24 المميز جدا، والخط اللي مكتوب بيه آية الكرسي بجد بيس اوف ارت. شابوه BTC كالعادة. سمع سؤال كده من الناس الشاطره ومتعوده تتابع فيديوهاتي، بيقولوا لي: ساره ازاي عملوا مشغولات من عيار ذهب 24 وانت طول الوقت بتقولي في فيديوهاتك انه عيار لين جدا وما ينفعش يتعمل بيه مشغولات؟ خليني بقول لكم يا جماعه الشركه دي ذكيه جدا. هي لما فكرت تعمل مشغولات بعيار 24 ذهب صافي عملتها بنجل من اللي بتكون مفتوحه من تحت، يعني لازم معايا تبقى لوز بقدر افتح واقفلها بايدي عشان تاخد حجم ايد، يعني لما بتتلبس بنضيقها شويه كده من تحت، فدي اصلا لازم تتعمل بذهب عياره يكون 24 يعني لين عشان اقدر افتحها واقفلها بسهوله من غير ما تتقطم مني. مش معنى كده برضو ان انا هفتحها قوي او هقفلها قوي، هي بتتلبس من الجنب كده وبتاخد شكل معصم الايد او حجم معصم الايد. واخيرا عايزه اقول لكم على المعلومه النهائيه اللي كلنا مستنيينها، هي مصنعيتها 100 جنيه مسعره من الشركه نفسها تسعير رسمي، يعني عند اي تاجر مجوهرات هتلاقوا سعر المصنعيه 100 جنيه على كل جرام. انا حسبتها لكم لقيتها 3110 زائد طبعا سعر الذهب هو عيار 24، لان BTC عملت مشغولات عيار 24، يعني طبقت المثل المشهور البسي فلوسك. ولو عايزه تعرفي ازاي تشتري الذهب بتاعك من غير ما حد يضحك عليكي وتعرفي كل اسرار المجوهرات، تابعيني، انا اسمي ساره، وارجعي اتفرجي على كل الفيديوهات. باي باي.